شوفوا ليا تبارك الله من بعد ما طابوا هاد الفخيضات ولا هاد الركيبات هادو تيجيونا محمرين غزالين، والمذاق ما نعاودش لكم كيطيبوا من داك الشي الرفيع كيجيونا بنان 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 بزاف. هاد هي الوقيته فاش تجربوهم لان الدجاج دابا رخيص. خذوه وجربوهم راه عرفتوا غادي تفرحوا بزاف بالنتيجه، وتقدروا ديروا ماشي غير ركيبات هكا ديروهم الجنيحات ديروهم دجاج صاين ولا مقطع طريفات، عرفتوا واحد المذاق واحد البنه. الصراحه ما شهيتكم ما كرهتش كون كان كيفاش ندوق لكم هاد الدجاج هذا وهاد الخضيره كيفاش جات بنينه بزاف، راه درت فيها البزباس، درت فيها خيزو، البطاطا، البصله. صراحه واحد النتيجه رائعه. جدا جدا انا اي وصفه حطيتها لكم ديال الدجاج الحمد لله كتلقى استحسان كبير، وكيجربوها الناس وكيرجعوا كيقولوا لي في لي كومونتير، وهاد الحاجه كتفرحني بزاف بزاف والله القسم البنات. الا ملي كتقولوا لي الله يعطيك عليها الصحه راه جربناها راه وليداتنا كلاو لينا هادي راه فرحوا بهاد الغديوه ولا هاد العشيوه اللي درت لهم، الا كنفرح قداش تقول واش انا اللي صوبتها وانا اللي فرحوا ولادي. شكرا لكم بزاف والله يحسن ما بين يديكم حتى نتوما يا ربي اجمعين ان شاء الله. كناخد واحد 4 ديال البطاطات كبار كنغسلهم مزيان كنقشرهم وكنقطعوهم هكا دوائر ويكونوا شويه غلاظ ما يكونوش لينا رقاق بزاف، باش يجيونا هما هادوك ملي يطيبوا يجينا قياس هو هذا. كناخد جوج بصلات حتى هما يكونوا متوسطين كنقطعوهم هكا دوائر بنفس الطريقه. من بعد كنرجع البطاطا كندير فيها واحد شويه ديال الزيت البلدي او زيت الزيتون، شويه ديال الملحه وشويه ديال اكليل الجبل ولا ازل كيعطيها واحد البنه غزاله، يعني ما ديروا حتى شي عطريه اخرى جربوها غير بهذه الطريقه كتجي كتحمق ترافقوا بها اي حاجه بغيتو. من بعد هنايا كناخد الطاوه اللي غندخل الفران كنفرش فيها بابي كويسون وكنرشها بشويه ديال الزيت البلديه، كنفرش فيها هذيك البصله اللي قطعناها من قبل دوائر، درت جوج بصلات والبطاطا كنديرها هكا في الجنيبات على هذا الشكل هذا. غير من الجناب ما كنحطهاش فوق من البصله، فوق من البصله غنخليه خاوي. صافي كنكمل كنحط البطاطا بهذا الشكل، وراه تقدروا ديروا اي خضيره بغيتو ديروا القريعه ديروا اللي بغيتو. انا درت هنايا حتى خيزو تا هو بنفس الطريقه، قشرت واحد 3 ديال الخيزويات وقطعتهم هكاك حتى هما دوائر تكون صغيرة، حيت الخيزو كيرفد الطياب حاولوا ترقوه ما يكونش غليظ بزاف. صافي وكنحطو حتى هو بنفس الطريقة، درت معاه إكليل الجبل أو أزر، شوية الملحة وشوية زيت البلدية داكشي اللي درت البطاطا درتو ليه، حطيتو هكاك في جنيبات. ومن بعد كندير الدجاج الفخيضات ديال الدجاج، تقدروا ديروا الكفتة، الدجاج، قتيبنات هكا ديال لا داند ولا ديال صدر الدجاج اللي بغيتو. بالنسبة للتتبيلة اللي درت أنا لهاد الفخيضات ولا هاد الركيبات ديال الدجاج، كناخد واحد لوبول كندير فيه الثومة محكوكة، بالنسبة ل8 ديال الفخاد درت 5 ديال التومات محكوكين، كنزيد عليهم الماء ديال الحامض مرقد ولا الماء المصيّر، كندير شوية ديال الموطار، شوية ديال الهريسة، سكينجبير طري محكوك تقدروا ديروا سكينجبير عادي، كندير العسل شوية منه، واحد شوية ديال البزار، شوية الخرقوم بلدي، قزبور يابس يكون بزايد كيعطي واحد البنة غزالة بزاف، والملحة ديروا غير القياس لأن المطارد مالحة والماء المصيّر مالح، كندير شوية ديال الأزير محكوك بنيدية، شوية ديال الزعتر حتى هو. وكندير البسيبيسه اللي كتعطي واحد البنه غزاله بزاف بزاف. انا دقيتها هنايا غير القياس اللي بغيت، ما كنخليهاش مدقوقه، كنخليها يابسه في قريعه باش كتبقى مزيانه. قزبور ومعدنوس طريين مقطعين، وشويه ديال الملحه عاود زدتها باش يجيني الشرموله هي ديك، وشويه ديال الزيت الزيتون اللي انا ديما الا بغيت نشرمل الدجاج كنديرها كتزيد لنا بنه اخرى وكتجيب لينا الدجاج فتي وزوين. وما تنساوش قبل ما تشرملوا هذا الدجاج هذا تقبوه مزيان بالموس باش تدخل لكم فيه العطريه ويجيكم بنين ويجيكم فتي وطيب مزيان. وإلا كان عندكم الوقت خليوه يبقى مرقد واحد السويعة هكا قبل ما طيبوه. صافي هنايا من بعد ما كملت وريتكم هذه الطريقة كيفاش نشرملت الدجاج، كندوز دابا كناخد هنايا البزباس درت ليه شوية الملحة قطعته غسلته هو الاولاني بطبيعة الحال وقطعته درت ليه شوية الملحة شوية البزار وشوية زيت البلدية. صافي كنشرملو بها وكنستفو حتى هو في الطاوة. كي قلت لكم راه ماشي بالضرورة هاد الخضرة اللي درت ديروا اي خضيرة عندكم وبغيتوها. كنزيد شوية شي خويط هكا ديال الزيت من فوق الدجاج، تندير بابي كويسون هو اللواني، وكندير بابي ألمنيوم. صافي كندخل الطاوة للفران عافية فوق وتحت 200 درجة حتى ل220 بالمروحة تقريبا واحد 50 دقيقة حتى لساعة.